عوقبت بأحفاد بيتهوفن المصريين. استطاعوا أن يحققوا نجاحا كبيرا، واليوم نلقي عليهم الضوء من خلال لقائنا مع مؤسس هذه الفرقة الفنان المخرج رضا عبد العزيز. أهلا بك. الفنان رضا عبد العزيز هو مصمم رقصات بالإدارة العامة لثقافة الطفل بوزارة الثقافة، وأيضا هو موسيقي وعضو نقابة المهن الموسيقية ومؤسس هذه الفرقة. نبتدي بقى من 2005 وهو تاريخ تأسيس هذه الفرقة. الفكرة بيحسها فبيقدر يتعرف على المزيكا اللي بيألفها من خلال الاتصال العظمي ده. بس عفوا رضا، يعني ده كان بيحصل مع بيتهوفن لأنه كان في البداية بيسمع وبعد كده فقد هذه الحاسة، ولكن بالنسبة لأطفال ولدوا وهم فاقدين هذه الحاسة، هل ممكن يعني الطريقة دي تنجح معاهم؟ أنا حورتها، يعني أنا برضو أنا عايز أقول لك حاجة، إن أنا كنت بجيب، وصل الموضوع معايا كنت بشغل ميوزك عندي وكنت بجيب سدادة ودن واحطها في ودني عشان اسمع، يعني احس المزيكا مش اسمعها. كنت بسدها تماما واقعد لفتره طويله بحس ان انا عاوز اترجم المزيكا دي لنبضات، لذبذبات. فهنا طبعا انا باعتباري ان انا موسيقى اساسا، فانا عارف ان المزيكا لها تيمبو، يعني اي قطعه موسيقيه لها تيمبو. فانا خدت التيمبو ده، باخد التيمبو بتاع بالظبط الايقاع، نبض المزيكا ده باخده وبعمله للولاد على نبض، على كف ايديهم كده من فوق او هنا على الاكتاف، على اساس ان هو منطقه عظميه، يعني المناطق العظميه دي فهو بنعمل من خلالها اتصال عظمي. فبديلهم التيمبو اللي هو مثلا بلعب لهم الريتم على ايديهم كده، لو الريتم سريع بلعبه سريع، لو الريتم بطيء بلعبه بطيء، وبقول لهم ان الحركه هنا لازم تكون متوافقه مع التيمبو ده، ما ينفعش تبقى حركه سريعه مع تيمبو بطيء، ما ينفعش تبقى حركه وهكذا. من هنا طبعا الموضوع مرهق، يعني مش هقول لك ان هو موضوع مش لان انا بعمل كل ده مع كل ولد او كل بنت في الفرقه. لازم اوصل لها الاحساس ان انا بزرع الايقاع الداخلي جواهم. فطبعا هو موضوع مش سهل، بس انا بعمله بحب، لان انا اولا حابب المجال وحابب الولاد وعاوز اساعدهم، وعاوز اخلي يعني يبقى في تواصل بينهم وبين الناس العاديه بدون لغه اشاره، بدون وسيط، بالفن. احنا بنخترق المجتمع بالفن. هل كنت بتستعين بمتخصصين في هذا المجال عشان يقدروا يساعدوك اكتر، ولا انت اعتمدت على نفسك؟ لا، انا بصراحه انا خدت المبادره كلها لوحدي، لان طبعا بيخش فيها جوانب ثانيه. يعني انا عشان استعين بفريق عمل فاصلا ما فيش خطوط انتاج ولا في دعم مالي ولا في اي حاجه، فاللي هيجي ده هيقول لي طب انا هاجي اساعد، يعني مش كل الناس يعني تقدر تتقبل الموضوع ده. فطبعا انا كنت يعني الحمد لله وربنا مديني موهبه ومديني حب للولاد دول، وكمان يعني خبراتي الفنيه في كذا مجال، يعني ان انا كنت استعراضي وكنت موسيقي وحاجات كتيره كده، بالاضافه ان انا بصمم رقصات ومهتم بالعمليه الاخراجيه كمان المسرحيه. فضفرت كل الادوات الفنيه ديت وخبراتي الفنيه مع خبرتي اللي اكتسبتها من شغلي كمشرف في المسرح للصم، وبدات اضفرهم في بعض، وطلعنا بالتجربه ديت. طلعنا يعني بلغه ثالثه، انا بحب اسميها لغه ثالثه على اساس ان هي غير لغه الكلام بتاع الناس العاديين وغير لغه الاشاره بتاع الناس الصم. فعملنا لغه التعبير الحركي، لان هنا الجسد او لغه الجسد هي اقدم لغه اتعرف عليها الانسان. الانسان الاول كان بيتكلم بجسمه قبل ما يتكلم بلسانه. فانا رجعت للاول البدائي.